ازاي اقدر اخد اقامه في دبي؟ في كذا طريقه ان انت تاخد الاقامه في دبي، منها ان انت تطلع فيزا الفريلانس، فيزا العمل الحر، او عن طريق الاستثمار العقاري، او ان انت تؤسس شركه. النهارده هنتكلم عن فيزا الاستثمار العقاري. السلام عليكم، معاكم محمد زيدان، سينيور بروبرتي كونسلتنت في دبي، ودي تاني حلقات الوصفه هوم اللي بنتكلم فيها عن العقارات في دبي. والنهارده هنتكلم عن طريقه الحصول على الاقامه عن طريق الاستثمار العقاري. عندك طريقتين عشان تقدر تحصل بيهم على الاقامه، وحابب بس اقول لك ان انت لو هدفك تطلع اقامه فالطريقه دي مش مناسبه ليك. الطرق اللي انا قلت عليها في اول الفيديو اسهل واسرع واوفر لك. الاقامه العقاريه دي عايزك تعتبرها حاجه بونس، حاجه زياده. عندك طريقتين تاخد بيهم الاقامه العقاريه. اول حاجه فيزا المستثمر العقاري، ودي لازم تمن الوحده تبقى اكتر من 750 الف درهم، وتكون دافع ثمنها بالكاش بالكامل ومعلهاش اقساط او خطه دفع. ودي بتقدر تقدم عليها من دائره الاراضي والاملاك، وبتقعد معاك سنتين ليك ولاسرتك، وتكلفتها حوالي 15000 درهم. الطريقه الثانيه ان انت تقدم على الاقامه الذهبيه عن طريق الاستثمار العقاري. والاقامه الذهبيه دي مدتها 10 سنوات، وبتاخد مميزات كتير جدا في البلد، ومن اهمها بتاخد كارت اسمه كارت اسعاد، بيديك خصومات تصل الى 50% على معظم الاماكن للشوبينج، مطاعم وخدمات كتير جدا. وغير كده بتساعدك قوي لما انت بتقدم على اي فيزا، بالذات فيزا الشنجن، ان هم بيبصوا دي كانها حاجه ليها مكانه مرموقه. والاقامه الذهبيه عن طريق الاستثمار العقاري دي لازم تبقى دافع اكتر من 2 مليون درهم، مش ثمن الوحده 2 مليون درهم. يعني بديك مثال، انت دلوقتي شاري فيلا ب 5 مليون، والفيلا دي عليها اقساط او عليها خطه دفع، وطبعا الفيلا دي جاهزه. اول ما بتدفع اكتر من 2 مليون ساعتها تقدر تقدم على الاقامه الذهبيه. يعني مش لازم يبقى عندك عقار واحد، المهم توتال او المبلغ اللي انت دافعه في الوحده الجاهزه دي يبقى اكتر من 2 مليون درهم. ودي كانت اسهل طريقه ان انت تاخد اقامه عقاريه في دبي عن طريق شراء العقار. بس اهم حاجه ما تنخدعش ورا الاعلانات. القوانين دي لازم تبقى الوحده جاهزه. في اعلانات كتير جدا على الانترنت، لو انت اشتريت عقار قيد الانشاء تقدر تقدم على الاقامه، تقدر تطلع الفيزا. الكلام ده كله غلط، الكلام ده كله مش صحيح. كل اللي انا قلته لك في الفيديو ده هي دي الخطوات الصحيحه والخطوات اللي انت لازم تعملها عشان تاخد فيزا المستثمر العقاري. لو انت اخدت حاجه قيد الانشاء، بمجرد ان الوحده بتبقى جاهزه ودافع اكتر من المبلغ اللي احنا قلنا عليه، سواء كان 750 الف او 2 مليون درهم، ساعتها تقدر تقدم على الفيزا. لكن طول ما العقار قيد الانشاء ما تقدرش تطلع الاقامه الذهبيه. وفي بعض الحالات الاستثنائيه، لو الوحده جاهزه وعليها خطه دفع، ما دام انت دافع اكتر من 50% من ثمن الوحده وقيمه المبلغ المدفوع اكتر من 750 الف، تقدر ساعتها تقدم برضو على فيزا المستثمر. بس في نهايه الحلقه بحب اشكركم، ولو حد عنده اي اسئله يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هنجاوبكم عليها في الحلقات الجايه من سوق عقارات دبي مع الوصفه هوم. كان معكم محمد زيدان، سينيور بروبرتي كونسلتنت في دبي، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.